السلام عليكم. تعالوا بينا النهاردة هنعمل مخلل القرنبيط. بجد تحفة جدا وطعمه حلو قوي قوي، هيعجبكم. قبل ما نبدأ حطوا لايك واشتركوا في القناة وفعلوا زر الاشتراك علشان توصلكم اي فيديوهات هنزلها. يلا نشوف وصفتنا هنعملها ازاي. هنجيب هنا القرنبيط بتاعنا بعد ما غسلناه ونشفناه كده كويس، هنقطعه كده من فوق. بعد كده هنطلع كل زهرة لوحديها. هكون هنا مجهزة شرايح من البنجر، وهنا 5-6 فصوص من الثوم، وهنا عندي فلفل حراق. بعد كده هنقطع كل زهرة بالشكل ده، بصي بالطريقة دي كده تمام. هنعمل الكمية كلها بنفس الطريقة دي كده. جهزت معانا، شايفين بالحجم ده احنا عايزينها كده تمام. بعد كده هنجهز هنا حلة، هنحط فيها 3 كوبايات من المية تكون سخنة معانا. بعد كده هنحط نص كوباية من الخل، وهنحط معلقة كبيرة من الملح، وهنحط هنا معلقة كبيرة من السكر. طبعا انت هتضعفي الكمية المية بنفس المقدار، هتضعفيه. لو عندك القرنبيط الكمية كتير عندك كده تمام. هنقلبها. بعد كده هنحطها على النار لحد ما تغلي معانا. هنحط كمان شرايح البنجر. شايفين بعد ما المية سخنت معانا هنطفي عليها. بعد كده هنجيب هنا البرطمانات بتاعتنا، وهنرص القرنبيط بتاعنا بالشكل ده. هنحط كده كمية حلوة جدا من القرنبيط من تحت كده تمام، حلو جدا. بعد كده هنحط هنا شرايح من الفلفل الحامي، بيديله طعم حلو. هنحط كمان نقطع الفصوص من الثوم، هنقطعها نصين بالشكل ده. وهنكمل كمان القرنبيط بتاعنا هنحطه بالشكل ده لحد ما البطرمان يتعبى معانا للاخر كده تمام. طبعا الكمية على حسب ما انت حابة، تكتري تقللي براحتك، بس في الوقت ده هتزودي المعيار مرتين، هتضعفيه زي ما اتفقنا. هنحط هنا كمان في البطرمان بالشكل ده كده تمام. هنحط كمان الثوم بتاعنا، هنقطعه شرايح، وهنحط الفلفل هنا بيديله طعم حلو جدا، الفلفل الحامي كده خلاص. بعد كده هنحط هنا الخليط المية اللي احنا عملناه، المية والخل، وهنحط البنجر. شايفين اللون بتاعه تحفة جدا. طبعا انا هنا الكمية بتاعتي قليلة، هنزود كمان كمية تانية بنفس المعيار كده تمام. هنعبيه كده على الاخر بالشكل ده. طبعا في طريقة ان احنا نسلق القرنبيط الاول، بعد كده نبرده، وهنحط المية تكون باردة. بس انا يفضل عندي وطعمه كان حلو جدا لما عملته بالطريقة دي، انا سخنت المية وحطيته على طول مية سخنة على القرنبيط علشان ياخد سوا، وفي نفس الوقت يديكي طعم حلو. هنقفل البرطمانات كده كويس، وهنسيبه لمدة اسبوع لحد ما يستوي معاكي. شايفين بعد ما استوى معايا قعد معايا 4 ايام بس. شايفين، وكمان طعمه كان حلو جدا، استوى وطعمه حلو ومقرمش كده وحلو جدا. هنقدمه بالشكل اللي احنا عايزينه بقى. شكله ولونه كمان حلو جدا. لو حابة تعمليه من غير بنجر براحتك، بس البنجر بيديكي هنا لون حلو. عايزة تعمليه سادة براحتك كده تمام. شايفين حلو جدا. اتمنى يا رب الفيديو يكون عجبكم واستفدتم. متبخلوش عليا باللايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الاشتراك علشان توصلكم اي فيديوهات هنزلها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.